ايوه فعلا، زي ما قريت عنوان الفيديو ده، انا كمصمم يو اي ويو اكس بحذرك ان في حاجه بتتسرق منك كل يوم بمزاجك او غصب عنك، وده بسببنا احنا. في خط رفيع قوي وانا بعمل اي ابلكيشن ما بين اني اخليك مستمتع بالتجربه وما بين اني اخليك مدمن او اخلي التجربه بتاعتك ادمانيه، وهو ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو بتاعنا. من كام سنه اتفرجت على فيلم اسمه ذا سوشيال ديليما او المعضله الاجتماعيه. الفيلم دوت كان وثائقي، كانوا جايبين ناس من جوجل ومن نتفليكس تويتر ومن فيسبوك ومن كل حاجات السوشيال ميديا اللي احنا بنستخدمها كل يوم ودول، والناس اللي كانت شغاله دي سابت الشركه بسبب معضله كده اخلاقيه، هم حسوا ان في حاجه غلط بتحصل. وللاسف كانوا معظمهم برودكت ديزاينر او مصممين منتجات رقميه جوه، وفي ناس يو اي ويو اكس وفي ناس مبرمجين، وبيشتكوا ان جيل كامل اتربى على ان مقياس نجاحه هو بعدد اللايكس وعدد الفولورز والحاجات دي. انا جاي اقول لك عن الالعاب والحاجات اللي بتعملها الشركات دي عشان خاطر تسرق حاجه مهمه قوي عندك. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والكلام دوت، ولو عجبك المحتوى بتاعي فعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ومش هطول عليكم، يلا. كم مره مسكت الموبايل عشان تشوف الساعه كام او عشان تشوف رساله مهمه جات لك، لقيت نفسك بعد ساعه الا ربع بتتفرج لسه على فيديو المنتوس اللي موجود جوه بيبسي، او السمك ده اللي بيطلع بالمنتوس برضه عارفينه. كم مره قلت لنفسك 5 دقايق فيسبوك بس وهقوم اشتغل او هقوم اذاكر، والخمس دقايق دول وصلوا لحد صلاه الفجر. لو ده بيحصل لك فاحب اطمنك ان انت مش لوحدك، واحب اقول لك خبر تاني، ان الموضوع دوت مش غلطتك، انت مش ضعيف الاراده ولا كمان مدمن بصبعك، انت ببساطه وقعت في فخ متصمم باحترافيه جامده جدا. مين بقى اللي صممه؟ واحد زي بيشتغل في المجال اليو اي واليو اكس او البرودكت ديزاينر عامه بتاع الشركه اللي انت فاتح الابلكيشن بتاعها. شغلتنا ان احنا نخلي الابلكيشن ممتع وسهل وتقعد عليه اطول فتره ممكنه، ودايما مهمتي الاساسيه اني اخليك ترجع للابلكيشن كل شويه. بس في سر صغير قوي في المهنه بتاعتنا، بس في خط فاصل في المهنه بتاعتنا ما بين اني اخلي التجربه بتاعتك ممتعه في الابلكيشن اللي انت بتستخدمه وما بين اني اخليها تجربه ادمانيه. والنهارده انا هعدي الخطوط دي عشان احكي لك كل حاجه ممكن تتخيلها عن الموضوع ده. والمصدر بتاعي مع الخبره بتاعتي في الشغل هو الفيلم اللي انا قلت لكم عليه، الفيلم الوثائقي اللي انتجته نتفليكس نفسها، وهو حقيقه حاول يوريها للعالم. تعالوا نشوفها مع بعض. خلينا نبدا باهم جمله من الفيلم، ان لو فهمتها هتبقى فاهم كل حاجه احنا بنتكلم عنها. الجمله بتقول لو ما بتدفعش ثمن المنتج فاعرف ان انت هو المنتج. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا فيسبوك او انستجرام او تيك توك انت عارف ان هو ببلاش، صح؟ مش انت عارف ان هو ببلاش؟ لا غلط، كل الابلكيشن دي بفلوس، ولكن الفلوس اللي انت بتدفعها هي حاجه مهمه قوي، هي وقتك وانتباه. كل لايك بتعمله، كل شير بتعمله، وكل ثانيه بتقضيها عينك على اي فيديو من الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها دي، كل ده بيتحول بيانات او داتا، والداتا دي هي اللي بتتباع للمعلنين اللي بيعلنوا على كل المنصات. البيانات اللي هم بياخدوها منك اقرب الناس ليك ما يعرفوش عنك، زي مثلا عيلتك، والدتك، ووالدك. طيب البيانات دي بتتباع لمين؟ البيانات دي بتتباع للمعلنين اللي بيعلنوا على المنصات دي. المنتج الحقيقي اللي الفيسبوك بيبيعه مش ان انت تعمل صحاب وتكون سوشيال ميديا بقى جوه الكلام ده كله، لا مفيش الكلام. المنتج الحقيقي هو قدرته على لم البيانات بتاعتك وان هو يقدر يبيعها للمعلنين اللي محتاجينها، ويضمن للمعلن انك انت هتشوف الاعلان بتاعه، والاهم كمان انك هتتاثر بالاعلانات دي وهتغير السلوك بتاعك بسبب الاعلانات دي. احنا للاسف مش الزباين اللي جايين يشتروا، احنا الفراخ اللي في المزرعه بياكلونا محتوى عشان نبيض بيانات، والبيانات دي هي اللي بتتباع عامل شبه البيض بتاع الفراخ اللي بيتباع. فهم كل هدفهم ان هم يغذوا الفراخ دي شويه محتوى حلو ولطيف عشان تقعد على الابلكيشنز كتير، وصوت كده انك تبيع البيانات بتاعتك او تطلع البيض عشان المعلنين يشتروا البيض بتاعك دوت. مش عارف تشبيه غريب شويه، بس هو ده كان تشبيه الفيلم ليه. لازم عشان المزرعه دي تكسب او الابلكيشن ده ينجح، لازم اي ابلكيشن يحقق 3 اهداف رئيسيه مهمين جدا، ودول اللي بيحكمونا احنا واحنا بنصمم في كل قرار تصميمي احنا بنعمله. اول هدف هو النمو او الجروس، ان كل يوم الابلكيشنز دي تجيب مستخدمين جداد. عشان كده بتلاقي اقتراحات لاشخاص انت كنت مثلا تعرفهم من بعيد شويه، شفتهم بيطلعوا في وشك عشان تكبر الدايره بتاعت معارفك، او يخلي في انفايت كود كده تبعته للناس اللي مش مشتركه على الابلكيشن اساسا. وكمان الابلكيشن بيتحايل عليك عشان خاطر يقدر ياخد الكونتاكت بتاعك عشان يبقى معاه اكبر داتا يقدر يجمعها من الموبايل بتاعك، اذا كان صحابك، اذا كان الارقام بتاعتك، اذا كان ارقام ميلاد صحابك، كل حاجه يقدر يجمعها بيقدر ياخدها. بعد بقى ما جبناك انت كمستخدم جديد، بعد ما جبناك للابلكيشن، انا عايزك تقعد بقى على الابلكيشن ده اطول فتره ممكنه، لازم تفضل تفتح الابلكيشن كل شويه. وثالث هدف هو الاعلانات او الادفرتايزنج، وده الاساس اللي بيجنوا منه الفلوس كلها. كل ما التفاعل زاد، كل ما نقدر نعرض اعلانات اكتر، كل ما يجي لنا فلوس اكتر، والابلكيشن تزيد وتكبر ويجي لها انفستورز وكل الكلام الحلو ده. شايف الدوامه دي؟ تعالوا نشوفها مع بعض. عشان نكسب فلوس لازم نزود اعلانات، وعشان نزود اعلانات لازم نزود التفاعل،
وعشان نزود التفاعل لازم نستخدم حالة نفسية في التصميم عشان تخليك للاسف مدمن على الاب. طيب تعالوا بقى اوريكم الصندوق العده او التولز بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها عشان نخليك مدمن للاسف يعني. ودول بيسموها المصممين اللي هم يعني نص نص كده، بيسموها الدارك باتر او الحيل التصميميه اللي احنا بنعملها عشان خاطر نوقعك في فخ ان انت تفضل قاعد وتفضل مدمن على الابلكيشنز. الحيله الاولى وده اشهرهم وهي الانفينايت سكرولينج. يعني ايه؟ يعني السكرول اللانهائي، اللي انا امسك الموبايل اقعد اعمل كده وما يخلصش الفيدز بتاعتي، تفضل ايه طالعه نازله ما بتخلصش وكلها فيدز. الراجل بقى اللي اخترع الحيله دي كان طالع في الفيلم دوت، وكان بيتكلم عن ان الحيله دي هو اخترعها عشان يخلي الناس تقعد اكتر على الموبايل او على الابلكيشن اللي هو فيسبوك. يعني مهندس اسمه ازارس وده كان شغال في فيسبوك اعتقد، طلع في الفيلم وقال انه ندمان اشد الندم على الفكره اللي هو عملها دي. عارف ليه؟ لان زمان كان انت لما بتسكرول اي حاجه بيبقى ليها نهايه وبعد كده في كلمه نكست مثلا بتروح للصفحه اللي بعدها، وده ايام بقى المنتديات والحاجات القديمه دي. لكن نكست دي كانت بتفوقك، بتخليك اللي هو ايه انا اكمل ولا كفايه كده وهكذا. هو شال اي بوتن تبقى موجوده وخلى الموضوع انفينايت عشان ما تخلصش، عشان تفضل قاعد اكتر واكتر على الابلكيشن. ودي حيله ذكيه جدا جدا على فكره، انت ممكن تكون دلوقتي عارفها بس زمان ما كانتش موجوده. بالظبط عامله شبه الطبق بتاع الاكل اللي كل ما تاكل منه يزود اكتر وانت مش حاسس ولا انت بتشبع ولا الاكل بيخلص، فالدنيا تمام. وهنا هم شالوا منك فرصه اتخاذ القرار لما شالوا البوتن اللي تحت دوت، وبقى كل الوقت بيضيع على الاسك. نتنقل على طول للحيله الثانيه وهي سلاح اللون الاحمر. وده سلاح بيظهر في النوتيفيكيشنز بتاعت البرامج دي بالذات، وده بيظهر في الموبايل نفسه لما يكون في ابلكيشنز عندك كتير بيستخدموا اللون الاحمر وجنبه ارقام النوتيفيكيشنز اللي عندك. للاسف اللون الاحمر مش مجرد لون بسيط بالنسبه للتصميم عندنا، دي كارثه نفسيه احنا عارفينها كويس قوي. مخك البشري اتطور على مدار السنين ان هو لما يشوف احمر بيتوتر وبيعرف ان في حاجه او كارثه هتحصل، بتخطف عينك بشكل ارادي ومخك بتخليك تفتح الابلكيشن بشكل انت مش عارف انت عملت كده ليه. وده عشان اللون الاحمر رمز الخطر، النار، وده اللي بيخليك تفتح اي نوتيفيكيشن وتفضل تعمل ريفرش للنوتيفيكيشنز عشان تشوف لو في حاجه جديده. وفي الاخر للاسف بتطلع خالتك عامله لك تاج لصوره وانت صغير في 1992 مثلا، او بعتها لك صوره ورده وعامله لك فيها تاج، او يعني حد بيعايد عليك يعني. الحيله الثالثه وهي المكافآت. للاسف لعبه المكافآت دي هي اكتر لعبه الابلكيشنز بيعتمد عليها، اكتر لعبه الموبايل نفسه، تكوين الموبايل نفسه وتكوين اي ابلكيشن فيه بتعتمد عليه. طب ايه بقى هي المكافآت دي؟ نفس الآلية بتاعه وان اكسبت او البرامج بتاعه القمار، اللي هو عارفين مكنه القمار بتاعت زمان اللي هي يعني انا مش عارف شكلها قوي، ولكن انا عملت سيرش عليها، وهي عباره عن ان هي زي مكنه كده، زي دراع كده بتدوس عليه، عامل شبه فتيس العربيه كده شويه، بتعمله كده فيبدا يغير الارقام وانت تكون منتظر ومستني المكافاه اللي هتحصل، اللي انت ممكن تاخد فلوس وطبعا ممكن تخسر، وفي الغالب انت بتخسر. الاحساس بالترقب هو اللي بيفرز الدوبامين عندك، وهو ده اللي بيخليك دايما عايز تلعب اكتر وتدفع فلوس اكتر. طب بالنسبه للابلكيشن ايه المكافآت اللي هو بيعملها؟ لما بتعمل ريفرش للنيوز بتبقى مستني ان انت تشوف نيوز جديده او خبر جديد، او لما بتعمل ريفرش للجيميل او النوتيفيكيشنز بتاعتك على الفيسبوك، كل الحاجات دي بيحفز عندك الدوبامين ان هيطلع حاجه جديده هتغير مسار حياتك او هتغير المود بتاع يوم. لو جالك لايك جديد، كومنت جديد، البنت بتاعتك عامله لك كومنت فانت مبسوط، او عامله لك رياكت لاف فانت اتبسطت، كل الحاجات دي هي اللي بتحفز الدوبامين في المخ. او للاسف ممكن ما تلاقيش اي حاجه خالص، وده الطبيعي. عدم اليقين هو ده اللي بيخليك دايما تعمل ريفريش وتفضل قاعد تعمل الحركه دي عشان المكافاه وتحفيز المكافاه يزيد عندك. من الاخر انت بتعمل كده عشان جرعه اهتمام اجتماعي تجيلك، او حاجه او بالاصح حد يسال فيك يعني. والحيله الرابعه ودي انا بحب اسميها متاهه الخروج. انت سهل قوي تخش من الابلكيشن بس صعب قوي تخرج منه، عامل شبه لعبه المتاهه، يعني بدايتها بتبقى سهله جدا ولكن النهايه بقابلني لو عرفت. يعني مثلا جربت مثلا تعمل دي اكتيفيت للفيسبوك، هيسالك كذا مره هل انت عايز تعمله؟ طب ايه رايك لو عملنا 30 يوم بس ورجعناه تاني؟ انت متاكد من القرار دوت؟ لدرجه ان هم بيخوفوك ان هو ممكن يتمسح وانت بتعمل دي اكتيفيت. فبالتالي ايه الاسهل تقول ايه بص انا مش هعمله دي اكتيفيت، انا مش هفتحه، وطبعا بعد يومين بتكون فاتحه وشغال عادي كأن مفيش اي حاجه. كل الحال دي اللي بيشغلها وحش كبير قوي اسمه الخوارزميات او الالوجوريثم. الفيلم مصور ان الخوارزميات دي عباره عن 3 اشخاص قاعدين حوالين شخص في النص، الشخص ده هو اليوزر او اللي بيستخدم الموبايل. هي عامله لان الخوارزميه بتشتغل بالشكل دوت، ان كأن ناس حواليك بتشوف افكارك عامله ازاي عن طريق البيهيفير او السلوك بتاعك وانت بتستخدم الموبايل، وبتبدا تطلع لك حاجات مشابهه للي انت بتحبه او للي انت فيه. وليكن مثلا انت بتحب الكوارث وبتحب تتفرج على الفيديوهات اللي فيها كوارث في البلاد والحروب، فتفضل تطلع اخبار وفيدز اخبار كتير جدا عن الحاجات دي لحد ما تحسسك ان
الدنيا كلها ماشيه مع التيار اللي انت ماشي. ولو انت مثلا قلقانه من شكلك ومظهرك، تقعد تطلع لك ميك ابس، تطلع لك ناس بتتكلم على ان هي مثلا تخان وان هم راضيين عن حياتهم بالشكل دوت والدنيا تمام، بتحاول تخليك تحب اكتر المنصه، ومن خلال سلوكك بتدرسه وبتعرف كل حاجه عنك. زي ما قلت لك، مامتك او اكبر صاحب ليك او باباك ما يعرفوش اي حاجه عن الحاجات اللي هو عارفها عنك للاسف ده. والنتيجه للاسف بتدخلك في فقاعه كده معينه بمجتمع كله شبه، وانت دايما بتفكر ان اي حد بره الفقاعه بتاعتك هو يعني هو حد افكاره غبيه ورجعيه ومش شبه افكارك الحلوه اللي الناس كلها حواليك للاسف شبهك اللي هي جوه الفقاعه دي. والفيلم دوت قال معلومه مرعبه جدا، ان الاخبار اللي مش حقيقيه اللي بتنتشر على السوشيال ميديا بتعمل رواج او بتبقى بتتعمل شير كتير قوي، اكتر 6 مرات من الاخبار او من الخبر الحقيقي المنشور يعني. فدي كارثه. عشان كده دايما تلاقي برامج واعلانات تديك اخبار فيك عشان خاطر انتشارها بيبقى اعلى بكتير جدا، لان الكذب المثير دوت بيجيب تفاعل اكبر بكتير من الحقيقه اللي المفروض نعرفها. فتخيل انت عايش في مجتمع كله كذب ونفاق للاسف بيغير سلوكك وبيغير حاجات حلوه جدا كانت موجوده فيه. والكارثه الكبيره ان دوت خرج للمجتمع الحقيقي مش بس الموبايل. الفيلم ربط بشكل مباشر ما بين صعود السوشيال ميديا وحياه النجاح ده كله، وما بين زياده الاكتئاب وحالات الانتحار اللي موجوده في كل بلاد العالم دلوقتي، وبالذات ما بين المراهقين والشباب اللي هم اكبر قاعده بيانات موجوده على الابلكيشنز دي، اللي هم من 15 سنه ل 25 سنه تقريبا. جيل للاسف اتربى ان قيمته وقيمه نجاحه معتمده على اللايكس والفولورز والكلام ده كله، ووصلت كمان لحد الحروب، ووصلت كمان لحد الانتخابات السياسيه والكلام ده كله. طيب هل الدنيا سودة ومفيش امل؟ زي ما في مصممين بيعملوا الشغل دوت، وكمان في حركات مضاده بتبدا تتكلم عن الكلام دوت، زي الفيلم دوت، زي حركه كمان اسمها هيومن ديزاين طلعت بتتكلم عن الموضوع دوت. الهيومن ديزاين هي التصميم الانساني، ان احنا لازم يبقى عندنا اخلاق، ما نعتمدش في تصميمنا على الموبايل على ان قد ايه اليوزر هيقعد على الابلكيشن كتير، ولكن هنعتمد ان نجاح الابلكيشن بيعتمد على القيمه او الفاليو اللي اخدها اليوزر من الابلكيشن واتبسط بيها او غيرت من سلوكه للاحسن. وهل كمان لما اليوزر قفل الابلكيشن حس بالقلق والتوتر، ولا فعلا حياته اتحسنت؟ من الاخر اعمل ايه يعني؟ او بالاصح انا اعمل الفيديو ده ليه؟ انا اصلا دي شغلتي. الفيلم في الاخر بيقترح حاجات بسيطه كده تبدا تاخد بالك منها. اقفل كل النوتيفيكيشنز اللي موجوده اللي ملهاش لازمه، ما تخليش طول اليوم عندك دوشه، وحدد وقت معين تقعد فيه على الابلكيشنز، ما تقعدش وخلاص. الفيديوهات اللي ملهاش لازمه ما تقعدش تتفرج عليها. حدد وقت بس للموبايل، وشوف وقتك اللي انت بتقعد عليه في الاسبوع كام ساعه، هل 6 ساعات مثلا في الاسبوع، ولا بتوصل ل 12 ولا 24 ساعه؟ خش على الموبايل دلوقتي وشوف السيتنج بتاعك انت بتقعد قد ايه على الموبايل، ودي هتبقى كارثه بالنسبه لك لما تشوف الرقم. وبرده ما تجلدش او تلوم نفسك، افتكر ان انت وقعت في فخ وكلنا واقعين فيه للاسف، وهو السوشيال ميديا، عشان في ناس دارسه قوي عرفت تبيع لنا البيعه دي وعرفت تضحك عليك. طب انا مثلا واحد من الناس بطلع على السوشيال ميديا او بكلمك على اليوتيوب عشان احقق منك مشاهده واخد منك فلوس. طب انا اصلا بكلمك من خلال المنصه دي بتعمل بنفس الاسلوب اللي انا بقول لك عليه، بس هي زي ما قلنا الابلكيشنز دي سلاح ذو حدين. انت ممكن تستخدمه في حاجه كويسه وتتفرج على فيديوهات كويسه وتتعلم منه، وفي نفس الوقت ممكن تضيع وقتك عليه وتروح في لوب ما تعرفش تخرج منها ابدا، او متاهه زي ما قلنا ومش هتعرف تخرج منها ابدا. عشان كده انا هنا جاي اقول لك ان المشكله الحقيقيه هي الوقت والانتباه، حاجتين عمرهم ما هيتعوضوا باي فلوس. الوقت ده لو ضاع، والانتباه ده عمرك ما هتعرف ترجعه تاني، وبالذات الانتباه للاطفال الصغيرين اللي بيمسكوا الموبايلز كتير. وطبعا احنا عندنا مشكله كبيره جدا في المجتمعات بالذات الولاد الصغيرين اللي اهاليهم بتسيبهم على الموبايل فترات كبيره. فالفيديو دوت كان بصراحه عباره عن فيديو توعيه شويه اكتر من ان انا بدي معلومات. يبقى في توعيه، يبقى انت فاهم انت بتعمل ايه، وفعلا اليو اي واليو اكس قد ايه هو مهم، وقد ايه انا بقى يعني بقدر قوي الشغلانه بتاعتي دي ومبسوط بيها جدا، لان فيها سلاح حلو جدا وهو الفايده العامه للناس كلها. فزي ما في حته سوداء انا حكيت لك عنها كل فيديو، لا ده في حاجات مفيده جدا. لو اتفرجت على الفيديوهات بتاعتي كلها هتلاقي استفادات جدا. ما تنساش ان في فيديو مهم قوي نزلته لو انت بتلعب 1 اكس بت او ليك في 1 اكس بت، في نفس الفكره بالظبط، ان ازاي 1 اكس بت عرف يضحك عليك. هتلاقي اللينك في الديسكربشن او ممكن يطلع لك في الحته اللي فوق دي. وبس كده. لو انت شفتني لحد هنا فشكرا جدا ليك، لاني مقدر جدا الوقت اللي انت اخدته عشان تتفرج على الفيديو دوت. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، اكتب لي اي كومنت لو انت حابب اي حاجه تعلق عليها وانا ارد عليك. ولو بيعجبك المحتوى دوت ما تنساش تفعل الجرس. وبس كده، اشوفكم في فيديوهات تانية جديده، وسلام.